في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس. اللايك الجميل بتاعك النهاردة جايب لك كل تفاصيل تحديث بكرة الخميس إن شاء الله. هنعرف خلاص أكيد باك نجوم الأسبوع، هنعرف كل حاجة نازلة. لايك واشتراك ويلا بينا. رجعت لك تاني يا صاحبي، دوس لايك ولا لسه؟ يلا بينا نخش على باك نجوم الأسبوع على طول. عندك زي ما قلت لك امبارح خلاص أكيد رسم جرناتشو طبعا ده لازم ينزل أكيد بعد الهدف الأسطوري اللي جابه ده، أكيد ونزل في صفحة اللعبة، ده نازل رسم خلاص كده. جرناتشو نازل معانا بكرة إن شاء الله. عندك بعد كده اللي نسيت أقوله لك امبارح وهو أرنولد. ألكسندر أرنولد يا جدعان، الراجل متألق جدا مع الليفر، مسجل هدف في مانشستر سيتي، هدف التعادل، فالراجل خلاص نازل معانا رسمي. عندك بعد كده رودريجو الراجل نجم الريال، متألق جدا في آخر فترة، الراجل مسجل هدفين وخلاص نازل معانا. عندك ميرتنز البلجيكي نجم جالاتا سراي، الراجل ده خلاص نازل معانا. عندك الصورة اللي قدامك دي يا صاحبي فيها النجوم الأسبوع، مش هيطلع بره الصورة اللي انت شايفها قدامك دي. أول واحد هو تيو هرنانديز من ميلان، انت ممكن ينزل تيو هرنانديز. لو ما نزلش تيو هرنانديز هينزل رافائيل لياو، ما نزلش رافائيل لياو هينزل جيرو، ما نزلش جيرو خلاص كده مفيش ميلان الأسبوع ده. فده يا جدعان تيو هرنانديز متوقع ينزل معانا وبشده، مش متوقع، هو اكيد المفروض نازل معانا. عندك بعد كده رودريجو، زي ما قلت لك رودريجو نازل. في معانا برضو عثمان ديمبلي الراجل متوقع ينزل معانا برضو يا جدعان. عندك بعد كده ايميليانو مارتينيز هيبقى في حيرة ما بينه وما بينه هو باو توريس اللي سجل هدف المكسب او سجل هدف المباراة. ايميليانو مارتينيز الراجل عمل مباراة أسطورية، صاد تصديات جامدة جدا، فهنشوف هو واحد فيهم نازل، يا ايميليانو يا الواد باو توريس. عندك بعد كده الواد خوسيه لويس موريس ده بتاع فياريال، المهاجم ده كده كده نازل معانا، راجل متألق جدا معهم في آخر فترة. عندك بعد كده الواد جواو بيدرو طبعا نجم برايتون في الدوري الإنجليزي، الراجل متألق جدا مع فريقه، متوقع نزوله معانا. عندك برضو مانشيني روما، مانشيني المدافع بتاع روما مش عارف انا بتلخبط فيها ليه. مانشيني المدافع بتاع روما متوقع برضه ينزل معانا، بما اننا رحنا في روما والدوري الايطالي، فانت عندك برضه ديبالا متوقع ينزل معانا، راجل متألق جدا، فهنشوف هينزلوا ديبالا ولا مانشيني. بعد كده عندك الواد بيراردي طبعا نجم ساسولو، هو النجم الوحيد اللي في ساسولو اصلا، مش عارف قاعد ما يعملها في ساسولو، متوقع الراجل ده ينزل معانا. عندك بعد كده الواد اللعيبه اللي تحت دي ملهاش لازمه. فهي دي كل التوقعات بتاعت باك نجوم الاسبوع، كل اللعيبه اللي قلتها لك دي نجوم الاسبوع، مش هيخرج بره اللعيبه اللي انا قلت لك عليها دي. برضه زي ما قلت لك يا صاحبي اكتب لي طبعا دي توقعاتي ودي اللعيبه اللي انا قلت لك عليها يا زميلي، قول لي انت بقى تحت في الكومنتات نتناقش مع بعض. هل تتوقع مين اللي نازل من اللعيبه دي اللي انا قلتها لك؟ تتوقع مين نازل منهم؟ انت تتوقع مين اللي ينزل؟ اكتب لي يا صاحبي رايك في الكومنتات. زي ما قلت لك برضه متوقع برضه في التحديث ينزل معانا بكره تحديث جامد جدا، وهو عباره عن انت تجديد عقود اللعيبه هيبقى بالجي، ان انت ممكن تقدر تجدد عقود اللعيبه بالجي، فالحق والعب حدث الجي بسرعه قبل الاحداث يا جدعان. احداث الجي اللي كنا بنهملها دلوقتي بقى لها لازمه، وبما اننا جبنا ست الاحداث فتعالى بينا نخش كده الاحداث. طبعا معروفه بكره ينزل معانا حدث الفتحه المجانيه بتاعت نجوم الاسبوع، وحدث ال50 كوينز اللي زهقنا منهم كل اسبوع هم. وفي معانا برضه الحدث ده كان بيدي نقط تدريب، هنشوف هينزل يابا كان. برضه خلصت معانا الحمله بتاعت الكوينز يا جدعان اللي هي كانت بتاعت البلاك فرايداي، دي حمله كان بيدينا تسجيل الدخول يوم كوينز، فهنشوف هتتجدد هينزل يابا كان. عندك في الكوب يا صاحبي اللي احنا دخلنا الكوب ده يا صاحبي، متوقع برضه ينزل فيه حاجات جديده، ان انت لما تكون بتلعب، لما كنا بنلعب في الكوب ده كنا لازم نبقى 3-4 مع بعض، انما انت دلوقتي تقدر تخش عشوائي. ازاي يعني؟ انت زي ما بتلعب في الديفيجن، انا في الديفيجن بخش العب في الديفيجن، بل هو بيبحث عن خصم، فالكوبا يبقى نفس الحكايه. فبس يعني دي كانت كل تفاصيل بكره ان شاء الله، فتحديث بكره مش هيخرج بره اللي احنا قلنا عليه ده. لايك واشتراك وسلام يا صاحبي.